السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنكلمكم عن مروحة. كل ما افتح موقع علي اكسبريس الاقي المروحة دي قدامي والاسعار متفاوتة، في منها الغالي وفي منها الرخيص. علشان كده النهارده حبيت اجيب لكم مروحة ونجربها مع بعض ونشوف هل يستاهل اللي انت تشتريها ولا لا. في البداية كده المروحة ديت فيها اضاءة ار جي بي، شكلها شيك جدا زي ما انتم شايفين. وفي هنا هيظهر معانا مكان تقدر تعبيه مية، تحط فيه مثلا ميه زي ما انت عايز، سواء ميه ساقعه او ميه عاديه وفيها مكعبات تلج، تقدر تطلع لك رذاذ حلو جدا. المروحه هنا بتقدر تلفها وتطلعها فوق وتنزلها زي ما انت عايز زي ما انتم شايفين. وهنا بخصوص الزرار الاول ده يظهر لنا هنا كده المستوى الاول في المروحه، هنا المستوى الثاني، وكده المستوى الثالث. بعد كده الزرار الثاني هنا هيظهر معانا الرذاذ، المرحله الاولى الثانيه كده ودي الثالثه. كده احنا شغلنا 5 فتحات هنا بتطلع لنا رذاذ زي ما انتم شايفين. والزرار التالت ده بيقدر يتحكم في الاضاءه الار جي بي اللي موجوده هنا. والزرار الاخير ده الخاص بالتايمر، تقدر تظبطها انها تشتغل معاك ساعه او ساعتين او 3 ساعات، وهنا تكنسل التايمر كله. عايز اقول لك ان المروحه ديت يا جماعه تقدر تجيبها فيها بطاريه وتشتغل بشكل مباشر معاك، او ان انت مثلا تقدر تشغلها من خلال الباور بانك على طول. متوفر منها الوان كتير، منها اللون الابيض اللي معانا النهارده واللون الاسود، وبيجي معاها هنا ماسكه زي ديت شكلها شيك جدا، تقدر تشيلها معاك في اي مكان. عايز اقول لك ان هي وزنها خفيف جدا، وخصوص السعر بتاعها فهو متفاوت. لو جينا اتكلمنا هنا على مستوى المروحه ديت، فعايز اقول لك انها نقدر نقول عليه مقبول. زي ما انتم شايفين هو مش قوي قوي لكن هيأدي الغرض. اللي عجبني فيها برضو ان صوتها موتي، يعني صوتها مش مزعج قوي، فانت لو حطيتها جنبك كده وانت نايم فهتأدي الغرض معاك وهتكون كويسة جدا بصراحة.